حصل على مجموع في الثانوية العامة كان يؤهله للالتحاق بكلية الطب، لكنه اختار مسارا دراسيا آخر، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. تعلم فن الكلام وحكمته ومناسبته، متى يتحدث ومتى يصمت، ومتى يكون الكلام مناسبا ومتى يكون مضرا. تخرج في كلية الدبلوماسيين المصريين، لكنه لم يصبح سفيرا أو دبلوماسيا في الغرف المكيفة. اختار شريف إكرامي مهنة أبيه الكابتن إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، فكان حارس عرين الفريق في ألفيته الجديدة قبل أن يتنقل بين عدة أندية مصرية وأجنبية. في الكثير من المرات يلتزم شريف الابن الصمت، لكنه إذا تكلم كانت تصريحاته مدوية ولتأثيرها مفعول السحر. شاب يتحدث بحكمة ودبلوماسية حتى يمكن أن يطلق عليه سفير كرة القدم. خرج شريف إكرامي خلال الفترة الأخيرة في لقاءات إعلامية وإذاعية تحدث خلالها عن قضايا حساسة تخص كرة القدم وقطبيها الأهلي والزمالك. قرع شريف بعض من يراهم مخطئين، ولم يستطع أحد الرد على تصريحاته تلك التي يتناقلها جمهور الأهلي والزمالك على حد سواء. تبقى ظاهرة شريف إكرامي فريدة في عالم كرة القدم المصرية. مثقف اختار الرياضة ولم ينسى ما درسه ليكون مثالا واضحا للدبلوماسي الرياضي.